يسعد لي صباحكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ الله يسعد لي هالصباح يا رب. شو الأمور؟ إن شاء الله تمام. والله اليوم الشتوية أكيد الكل نايمة. اي والله، والله أنا الأولاد ما بيخلوني أنام أبدا من الصبحيات. قلت أحسن شي قومي يا أم محمود اعملي هيك طنجرة سحلب للأولاد بيدفوا قلبهم. اي والله بهالجو البارد. قمت هيك نص ساعة 7:30 هيك قمت عملت سحلب وتعرفوا الجو غير شكل. اي والله، بس تعرفوا والله الشتوية حلوة ها. هلا بدي اقولكم كيف عم اعمل السحلب. بحط 5 كاسات حليب مع كاسة سكر مع 4 معالق نشا، بدوبهم هيك بمي باردة. يعني اكيد مي باردة النشا دوبته. وبعد الحليب ما غلي بعدين حطيت له يعني حطيت له النشا، عرفتوا هيك. وانا عم حرك بحط النشا على مهلي مشان ما بكتل معي. اي والله شوفوا يا صبايا، واذا بتحبوه شايط اول نار تحته ولا يعني كيف بدلكن، يعني اول نار تحته لا تحركوه بيطلع شايط معكم. ما بعرف احنا بنحبه هيك بشوط الحليب، عرفتوا. اي والله يعني اليوم عملت سحلب شايط. اي والله كمان يا صبايا معلقة فانيليا بتعطيها طعمة غير شكل. بعد ما استوى استحلب هيك عم حط لكم بالكاسات هدول، يعني هيك البلاستيك، لانه مشان بتحسوا انه عم تشربوا السحلب، يعني عرفتوا هيك كانوا عم تشتروه من برا. اي والله. ايه طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ فايقين نايمين؟ والله احنا كل واحدة عندها اولاد، ما في نوم الصبح ابدا. من الصبح فايقة بكير. اي والله يا صبايا. هلا مثل بسوريا بيقولوا سحلب حليب، واللي مرضاني طيب بيشرب على الصباح. والله هيك بعد ما تعرفوا حطيته بالكاسات ورشة جوز الهند، قصدي قرفة وبعدين جوز الهند هيك، عرفتوا. بس والله طيب ها. هيك بتحسي على هالبرد. هلا هيك برا كان الجو بارد. اي والله يا صبايا. هلا هون عملت 5 كاسات، كل واحد كاسة كاسة. تعرفوا هني. 3 أولاد وأنا أم محمود 5. يعني عملت على العدد، يعني عرفتوا. والله يا صبايا شايفين هون الجو، شوفوا والله نصلي على النبي، كانت كل الليل تشتي هيك بتحسي الدنيا كلها تغسلت عن جد. هيك بهالبردات هيك عم ورجيكم كاس تستحلب برا على البرد غير شكل. اكتبوا لي هيك بالتعليقات مين بيحب السحلب مين ما بيحب السحلب. اي والله يا صبا الله، الله يسعد لي صباحكم، يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم يا صبايا. هيك ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. اشوفكم في فيديو جاي. سلام.